السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. مبروك فوز الزمالك امبارح ووصوله النهائي. ان شاء الله يبقى الكاس من نصيب الزمالك، ان بجد الجماهير بتاعت الزمالك بتتعب قوي. جمهور الزمالك بيتعب قوي قوي، فربنا بيدينا من اوسع ابواب. ولاد زيزو برضه تعب 5 سنين في حياته وشقي من اجل الكيان، فربنا اداله من اوسع ابواب. جايب لك خبرين حلوين النهارده. خبر ان رباعي النادي الاهلي، رباعي خماسي، افتح الكوس وخليها خماسي، زود الكوس وخليها سداسي النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي عايزين يمشوا مش عايزين يجددوا؟ معقول يا قصقص؟ معقول. طب انت عرفت منين؟ هقول لك دلوقتي يا عم. وملف التاني ملف زيزو، ماله يا قصقص؟ خير، خير ان شاء الله. والله العظيم خير باذن الله يعني. بفضل ربنا ومجهود الجماهير وكابتن حازم امام ومستر عمرو الجنايني، ان شاء الله باذن الله خير باذن الله. اسمع يا عم موضوع النادي الاهلي. الشناوي رافض يجدد، تريزيجيه ولع اوضه اللبس. من امتى يا اسس اوضه اللبس بتولع؟ ربك. معقوله تريزيجيه ولع الدنيا؟ ليه بقى يا اسس؟ امام عاشور ماله؟ عايز يزود عقده، حقه طبعا، حقه عيب كبير طبعا، حقه. ايه تاني يا اسس؟ الشناوي عايز 50 واعلانات، معقوله؟ ده زيزو بيقولوا 75 و70 والدنيا مقلوبه وزرعوا 2 في نادي الزمالك خونه. بس اسس ايه؟ جابهم على الفرازه. انكل وكابتن ميم خونه، ورحمه امي وحتى لا اله الا الله خونه. وعملت حمله عليهم وربنا كبير، نصرنا انا والجمهور وزيزو ونادي الزمالك. والله العظيم ربنا نصرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ما انت الخونه بيجي لك من جوه النادي. اوعى افتكر ان في رموز في النادي، في طبعا رموز كبير، في بعض الرموز خونه وبعض رجال الاعمال خونه. خونه للنادي المنافس، والله العظيم خونه. وكابتن حسين لبيب طلع معلم بصراحه، طلع معلم. ابعد يا عم انت اهو، اتكل على الله، ما بوظش الدنيا. عمال يشتم في ده ويضرب في ده ويشتم ابوه ويعمل توتال لابوه، وده يشتم اللعيبه وده يشتم الابوه. ايه يا عم؟ احنا في سوق جمعه؟ احنا في شركتكم؟ لا يا عم اتكل على الله يلا. فالخونه كشفناهم. فاصبح دلوقتي يا عم موسوس ايه بقى؟ الشناوي مش عايز يجدد، معقوله؟ رامي ربيع عرض نفسه على بيراميدز، معقوله؟ ياسر ابراهيم واكرم توفيق عايزين يجوا الزمالك عن طريق وكيلهم. ومين اللي اتدخل في الموضوع بقى؟ احمد يحيى عايز يرجعوا الزمالك، ما لهمش مكان في النادي الاهلي. معقول يا جماعه مش عايزين يجددوا ب 15 و20 مليون و30 مليون؟ ده النادي الاهلي. معقول يا قصقص؟ والله العظيم بحكي لك كده. وايه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما قلت لكم من حوالي 3 شهور 4 شهور، النادي الاهلي راح. اتفرجوا على فيديوهات في قناه الشمس، وفيديوهات راح في حته مش كويسه، واللي جاي اصعب، والقرارات اللي بتتاخد فرديه دي اصعب، والرموز بتوع النادي الحقيقيين اللي انت راميهم بره صعبوا الدنيا عليك كمان. ان ربنا رب قلوب، دول تعبوا في النادي وشيقوا في النادي وبنوا النادي. مش عايز اذكر في كتير بقى، اسامي كتيره جدا مش عايز اذكر بقى قوي. محمد عماره وهشام حنفي وحسام عاشور و... ومين تاني، وكابتن ربيع ياسين، كتير. غير بقى الناس بصراحه اللي النادي الاهلي ما وقفش معاها. كابتن محمود صالح الله يرحمه، وكابتن صفوت حليم الله يرحمه. يعني ده كان من الاجيال الثقيله، وكابتن خطيب عصيرهم طبعا يعني. ما وقفوش معاهم بصراحه. فالدنيا في النادي الاهلي، خلينا نتكلم في المهم. ايه تاني؟ حمزه علاء، معقول حمزه علاء عايز يجي الزمالك؟ حمزه علاء عرض نفسه على الزمالك برضه، بس مش عن طريق احمد يحيى. طب ما كده النادي الاهلي بقى فعلا الاوضه اتدمرت. والاعلام فين؟ شكر الله سعيك، غفر الله ذنبك. عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله، ده الاعلام زي الفل الحمد لله. زيزو، موضوع زيزو الحمد لله. موضوع الاهلي اللي انا اتكلمت عليه من 4 شهور و3 شهور، لما قلت زيزو في الاهلي. زيزو في الاهلي لما ابوه قعد، لما انكل وكابتن ميم شتموه هانوه هو وابوه، بعد ما كانوا متفقين من شهر 11 على كل حاجه، بعد هانوه راح قعد مع بتوع النادي الاهلي واداهم كلمه: ابني معاكم. والكلمه بتاعت النادي الاهلي سيف بصراحه. دي حاجه الوحيده اللي اشهد بيها. انت خلص نفسك في الزمالك وانت زيزو معانا في النادي الاهلي، دي الكلمه. يعني الكلمه كأنه مضى. وزيزو رحب بالكلام ده بعد اهانته هو وابوه. بس لما ربنا بيريد انسى. لما يطلع العبد الله الفقير يكشف الاثنين دول، انكل وكابتن ميم، بفضل ربنا سبحانه وتعالى الامور تتصلح. وكابتن حسين لبيب يصلحها، ويكلف من انظف الناس في نادي الزمالك. الناس كتير جدا في نادي الزمالك تخدم نادي الزمالك بره نادي الزمالك جوه نادي الزمالك. كابتن حازم امام واستاذ عمرو الجنايني، كلفهم هما الاثنين. وان شاء الله الملف بتاعه يخلص ان شاء الله، بيرجع من جنوب افريقيا. بس لو الاثنين الخونه اللي تبع النادي المنافس اللي هم عاملين نفسهم محبين لو اتدخلوا تاني، ابصم لك بالعشره. وحياه لا اله الا الله، زيزو بلا رجعه. ودي الكارثه. شفت قيمه زيزو امبارح؟ ماتشات الجامده هو اللي بيخلص ماتشات الجامده. عيب تقيل يا جماعه، عيب كبير، ليه شعبيه كبيره.
بنفرط فيه، احنا متخلفين. عمالين نفرط في شعبيه اللعيبه بتاعتنا، مصطفى محمد ومصطفى فتحي فرجاني ساسي وطارق حامد وبن شرقي، عمالين نفرط في اللعيبه بتاعتنا ليه؟ ليه يا عم؟ خليهم كده كوادر محترمه للنادي. زيزو محدش، وربنا على جثتي ما هنفرط فيه. ده حاجه ولا في الخيال، ما بتحصلش غير كل 100 سنه. 5 سنين هداف التاريخ يا جماعه النادي، مش هنفرط فيه، هنفرط فيكم انتوا يا خونه. اشوفكم على خير، كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هجاص نمبر 2 أسامة حسن بسيونو الملط اللي بيتكلم. أنا معرفش بيجيب المعلومات دي كلها منين، أنا مش فاهم يعني. مش علشان تعثر الأهلي أو إن النادي الأهلي عايز يحسن من وضع الكرة المصرية في القرف اللي احنا شايفينه، تطلع تهجص. أنت يا ابني بتقلد رضا عبد العال ومش لايقة عليك. للأسف احنا ماشيين في يعني طريق والله ما باين له اي حاجه خالص، وده اللي واضح من اللي احنا شايفينه من الاشكال اللي بتطلع كل يوم والتاني بتتكلم. النادي الاهلي ده فيه معرفش ايه، والنادي الاهلي في إيه غرفه خلع الملابس، والنادي الاهلي معرفش ايه، ولاعيبه النادي الاهلي ياسر ابراهيم وربيعه والدنيا كلها واكرم توفيق. يا سلام، ده ايه يا عم، ده يا عم كل الناس دي كلها دلوقتي عايزه تروح النادي الزمالك. يا حلاوه، ده ايه الفطانه اللي انت فيها دي؟ يعني اللي انت فيه ده من ايه بالظبط؟ هل ما اتسحرتش كويس مثلا يعني ولا ايه؟ السحور ما كانش كويس امبارح؟ متاكد انك متسحر يعني واخد السحور بتاعك زي البني ادمين الطبيعيين ولا حاجه غلط؟ وشفتوا زيزو، مش هنفرط في زيزو، وعلى جثتي لو زيزو مشي. يا عم والله زيزو ما هو فارق مع النادي الاهلي. في ايه النادي الاهلي اللي عمل احنا اللي عملنا في نفسنا كده. النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده. احنا اللي عملنا في نفسنا كده، فرطنا في الدوري وفرطنا في كل حاجه وفرطنا في حقنا بالاحترام مع عالم سفله وقليله الادب. واحد زيك بيطلع يتطاول، واحد زي اللي في اتحاد الكوره، واحد زي اللي في الرابطه، وهنا وهنا، وكل الناس اللي بتطلع ليل ونهار بتشتم في النادي الاهلي. بس انما النادي الاهلي كبير يا ابني. النادي الاهلي لما رماك، ما انت رماك ليه؟ رماك ليه؟ احنا بنسمع حاجات كتير جدا الواحد زعلان بصراحه. فعلا النادي الاهلي اكبر من كده، والنادي الاهلي فرط في حاجات كتيره كنا في غنى عنها خالص. بس هنقول ايه؟ هنتحمل وهنقف برضه ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من اي حد. شايفين امام عاشور والتعنت الباين والواضح والصريح من حسام حسن اللي كان تاريخه كله شتايم وقله ادب وتطاول وزفاره لسان مع لعيبه ومع مدربين، وشفناه بره فضحنا ازاي. بقول لك لا، ده الراجل ده معرفش ايه ومعرفش إيه. طب ما ابراهيم عادل يعني يا كابتن حسام، ابراهيم عادل ده ظروفه ايه؟ مصطفى محمد ده ظروفه ايه؟ اللي يطلع يعتذر للشعب المصري ويطلع ده انا بحارب زي الجيش المصري. يا عم جيش مين؟ لا انت عارف تقول كلمتين على بعض، ولا انت عارف تتنيل على عينك. هي الرياضه في مصر كلها، المنظومه كلها من كبيرها لصغيرها كلها بقت زملكاويه، كلها زملكاويه، والكل عايز يوقع النادي الاهلي. واضحه وباينه للاعمى، الاعمى شايفها قدامه، شايفها. قالها العالم المصري احمد زويل، قال لك الناجح في مصر بنحب نفشله، والفاشل بنحب نتلم حواليه. يا راجل اتقوا الله في الرياضه المصريه. ده النادي الاهلي ده اللي هيشرفكم، وهو اللي رايح كاس العالم للانديه، وهو الحسنه الوحيده والورده الوحيده في البستان اللي كله وساخه وقله ادب. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من جه على النادي الاهلي او تطاول على النادي الاهلي بقله ادب وبسوء، سواء كان بقصد او بدون قصد. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.